شاء الله، اللهم بارك. طلعت معانا بكل سهولة، اللهم بارك ما شاء الله. تحفة جدا. شايفين؟ اللهم بارك، حلو قوي. يلا كده مع بعض نشوف ازاي عملناها بكل سهولة، وازاي تطلع معانا بالجمال ده، تبقى اخده اللون الجميل ده من تحت ما شاء الله. يلا نشوف عملناها ازاي. نبدأ كده بالشربات عشان يبرد معانا. معايا كوباية ونص من السكر الابيض الحبيبات، عليه كوباية ونص من المية، وهسيبهم يغلوا. اول ما يغلوا هسيبهم يغلوا 5 دقايق ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نشوف بقى خليط الكيك: كيس من البيكنج باودر، كوباية من الدقيق، كوباية من سميد البسبوسة، نص كوباية من الزيت، كوباية من السكر، ونص كوباية من جوز الهند الناعم، كوبايتين من الزبادي، 3 حبات من البيض، وكيس من الفانيليا. اول حاجة هحط البيكنج باودر على الدقيق بالشكل ده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. نمزج البيكنج باودر مع الدقيق. بعد كده بقى نكمل الخليط السائل، نشوف هنعمله ازاي. معانا هنا البولة، هحط فيها 3 حبات من البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وهحط كيس من الفانيليا، وهحط كوبايتين الزبادي، الزبادي هنا اساسي لان احنا مش هنحط حليب او عصير او كده، هو ده يعتبر السائل. نضربهم بعد كده بقى بالمضرب الكهربائي او ممكن بالمضرب اليدوي، مفيش مشكلة، لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا. نفضل نضرب بس لحد ما كله يختفي مع بعضه واللون يفتح معانا شوية. نبدأ بقى نضيف نص كوباية من الزيت تدريجي بالشكل ده. الزيت يكون معانا لونه فاتح، ويكون زيت ذرة مثلا، ما يكونش زيت تموين، عشان طعم الكيك معانا يكون حلو. وبعد كده نضيف كوباية من السكر الحبيبات، بس الحبيبات تكون ناعمة عشان يدوب معانا بسهولة. برضو هنضيفه تدريجي بالشكل ده. على سرعة هادية، وبعد كده نعلي السرعة. نضرب كويس لحد ما السكر معانا يدوب تماما بالشكل ده اهو. لازم طبعا السكر يدوب، وننزل كده كل الجوانب، منخليش اي حبيبات من السكر خالص. كل ده على سرعة عالية زي ما انتم شايفين. ولو هتستخدمي مضرب يدوي مفيش مشكلة خالص. بعد كده بقى نضيف نص كوباية من جوز الهند يكون ناعم، احنا محتاجين النكهة بتاعته، مش عايزينه يكون ظاهر قوي. وبعد كده نحط كوباية من سميد البسبوسة او دقيق السمولينا، وبرده بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي مفيش مشكلة، لحد ما يتمزج مع بعضه كويس. نضيف بقى كوباية الدقيق والبيكنج باودر، ونقلب عشان الدقيق ما يتطرش معانا، ما يتطرش. نقلب بقى كده كويس، نلم كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده. وبعدين نشغل المضرب بقى على سرعة منخفضة، وبعد كده نعلي السرعة
لحد ما نمزجهم مع بعض كويس. نضرب كده حوالي نص دقيقة او دقيقة. بس كده خلاص. نجيب بقى الاسباتولا عشان نلم كل الجوانب كده. خلاص المضرب مش عايزينه تاني. نلم بقى كل الجوانب دي بالاسباتولا بالشكل ده، ونتأكد برضو ان مفيش دقيق خالص معانا، وان كل حاجة امتزجت مع بعض كويس. وده القوام اهو. عايزة اقول لكم ان هي تحفة جدا وهي نية كده اساسا. معايا هنا الخليط، ومعايا دي صينية وسط دهنتها كويس كده بدهنة من الزيت وممكن بالسمنة البلدي. وهبدأ بقى اني ارش عليها سميد البسبوسة بالشكل ده. وممكن تستخدمي دقيق برضو مفيش مشكلة. توزعي كل السميد كده على الصينية بالشكل ده. ممكن تكتفي بالسمنة بس، وممكن بالزيت بس، وممكن تحطي سميد او دقيق مفيش مشكلة. كل الزوائد اللي موجودة معانا في الصينية، زوائد السميد بتنزليها لان احنا مش محتاجين كمية كبيرة. مجرد بس ان احنا بنبطن الصينية مش اكتر. ننزل بقى الخليط معانا. شايفين قوامه؟ الصينية دي الوسط تقريبا 20 في 30. تنزلي بقى كل الكمية بالشكل ده. ما تقلقيش الكمية مش قليلة خالص. وزعيها بس كويس زي ما انتم شايفين كده. هتحس ان الكمية معاكي قليلة، بس لا هي مش قليلة خالص. وهنشوفها اما تطلع. وطبعا شفناها في اول الفيديو اللهم بارك كانت جميلة جدا. ندخلها الفرن بقى في الرف الاوسط، مشغلة من تحت بس على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معانا وتاخد لون من تحت. نشغل بقى الشواية من فوق تاخد لون من فوق، وخلاص كده تبقى جاهزة معانا. وطبعا قبل ما تطلعيها من الفرن هتختبريها بخلة اسنان. هنا الشربات بقى كان غلي بقاله 5 دقايق. احط عليه كده رشة من الفانيليا وهدوبها وهطفي النار ويبقى كده جاهز. هسيبه بقى يبرد. وده القوام بتاعه بيبقى خفيف بالشكل ده. هنا بقى كنت طلعت معانا الكيك الجميل ده اللهم بارك. وطبعا الكيك دي اسمها كيك الرواني. بجد تحفة. مفيش ألذ من كده. نحط بقى عليها الشربات هي سخنة والشربات بارد، او ممكن انك تخليها هي تبرد وتخلي الشربات سخن، يعني حاجة سخنة وحاجة باردة. تضيفي بقى كل كمية الشربات اللي معانا بالشكل ده. 1.5 كوب حلو جدا على الكمية دي. لا تزودي ولا تقللي، وهتطلع معاكي السكر بتاعها مظبوط جدا وطعمها حلو قوي. هنسيبها بقى تتشرب كل الكمية اللي حطيناها دي. ونشوف بقى جمالها. ما شاء الله. شايفة اتشربت ازاي اللهم بارك. الكمية دي مظبوطة جدا. جربوها بالمقادير دي هتطلع معاكوا تحفة. الشربات بقى بيدي طعم حلو وبيدي لمعة جميلة جدا للكيك زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. يلا كده نقطعها ونشوف مع بعض وندوق بقى كمان. الله، تحفة جدا. ندوق بقى. ما شاء الله، روعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. وطبعا لو عجبتكم ما تنسوش تقولي ارائكم في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. هنا بقى كنت حبيت اوريها لكم من قريب. شايفين اللمعة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله. هي متشربة ازاي وحلوة جدا ومستوية وهشة. ميكس الدقيق مع البسبوسة بجد رهيب. بحبكم في الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.